جاي لحضرتك عشان عايزه ارفع قضيه على زوجي. ليه خير يا ترى؟ لا عشان انسان زباله. بس مش بالغلط هي كده. خدي بالك البني ادمه الست المحترمه بتحترم زوجها، بتقدره، والتقدير ده بيبان وقت الزعل مش وقت الرضا. يعني لما تيجي قدامي وتروحي شتماه، هيناه، فضحاه كده بكلمه، عشان اقول لك طب زباله في ايه، تحكي لي بقى مواقف معينه، انت كده عرتيه وجرحتيه، والستر اللي ربنا عامله ليكي وليه انت كشفتيه. لا، الواحده ما تكسرش صوره جوزها، تبان معدنها العالي والغالي وقت الخلاف بينها وبين زوجها. ما هو وقت الكلام الحلو والدنيا الحلوه هتقول عنه احلى كلام، لكن امتى يبان معدنك انت مش معدنه هو؟ معدنك انت يبان امتى؟ عارفه؟ ايوه يبان وقت الزعل، وقت الخلاف. وقت الخلاف يبان وقتها الاختلاف. دلوقتي احنا في زعل، هيبان معدنك ان كنت بنت اصول ولا لا من طريقه كلامك عليه. حتى لو الدنيا هتنتهي لو بالطلاق، اوعي تغلطي فيه، اوعي تجرحي فيه، لا بينك وبين حد، ولا بينك وبين ولاده، ولا بينك وبين روحك حتى. ما انت ما تعرفش هو بيعمل ايه. ايا كان، ايا كان الحته اللي بينك وبينه ربنا حافظ عليها، اوعي تجرحيها. الخلاف اللي بينكم وبين بعض هينتهي بالكمال او هتختلفوا او هتطلقوا، اوعي تغلطي فيه، اوعي تغلطي. هو مش خليك مخليني. انت محترمه بنت عالم محترمين، ما تغلطيش فيه. هو مش مخليني عارفه احترمه. لا 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 لا، انت احترميه، لان انت اللي محترمه ومن بيت احترام، لكن ما تغلطيش. تغلطي فيه قدامي وقدام غيري يبقى انت كده جرحتيه، عرتيه. اختلفوا، انتهوا بالمعروف، لكن ما تغلطيش في بعض. هو يغلط فيك وانت تغلطي فيه، دي بره دايره الادب. ربنا يجازيك خير. تحت امرك.